اللحمه بالبصل او كباب الحله. ان شاء الله النهارده نعملها بطريقه سهله وبسيطه، واقول لك كل التريكات اللي تطلعها من ايدك طعمها حلو جدا. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا معايا كميه لحمه مقطعه مكعبات، الكميه اللي انت محتاجاها. معايا بصل هقطعه جوليان او مكعبات، السهل على ايدك قطعيه. معايا فلفل، معايا طماطم. هخلص بقى كل كميه البصل اللي معايا. هنعملها النهارده بابسط طريقه، من غير تريكات كتير، من غير حاجات تعقد. لو اول مره تعمليها هتطلع معاكي طعمها حلو قوي، وتغيير عن اللحمه المسلوقه. انا عملت معاها شويه رز، كانت طعمها حلو، ووجبه غدا سريعه. انا بقى هحتاج حله على النار فيها معلقتين 3 سمنه حلوين كده. سيبها لما تسخن خالص. هنزل اللحمه بتاعتي يا دوبك تاخد صدمه. هقلبها بقى على الوشين تاخد صدمه من ناحيتين. انا هنا كان معايا معلقه ليا، عندك ممكن تحطيها، ما عندكيش برضو استغني عنها. اول ما تاخد اللحمه معاكي اللون الجلد كده، ابداي بقى طلعيها. وفي نفس الحله هنزل كميه البصل اللي معايا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير. هنزل بنص معلقه فلفل اسمر. ايدي شغاله في تقليب البصل عشان ياخد لون واحد، يبقى كله لون جلد. اول ما البصل يوصل للون الجلد هنزل بالفلفل، ده اللون اللي احنا عايزينه. انزلي بقى بالفلفل كده ياخد تشويحتين وتشمي ريحته. هنزل بقى بالطماطم، برضو هديها تقلبتين تدبل بس معايا الطماطم. هنزل بكميه اللحمه بتاعتي. قولي لي بقى انت بتعمليها بنفس الطريقه ولا ليكي طريقه مختلفه؟ هشوح بقى اللحمه مع البصل مع الفلفل. وانا بقى شغاله في التشويح بتاعها بكون حاطه ميه في الكتل عشان انا عايزه ميه سخنه. نزلت بثلاث اربع ورقات لوري وفصين حبهان. انزل بالميه السخنه بتاعتي واسيبها بقى تستوي مع نفسها كده. انا اللحمه بتاعتي كده دخلت في السوا، هبهر بقى. هحط معلقه السبع بهارات، انا كنت عامله التوابل بتاعت السبع بهارات في البيت، هتلاقي الفيديو موجود على القناه. وحاطه ملح ومعلقه شطه صغيره لو انت عايزاها سبايسي. كده اللحمه بتاعتي خلاص استوت، الصوص بتاعها ده تحفه جدا. كده عملنا الغدا وكان سريع ولذيذ وطعمه حلو قوي ومختلف. قولي لي بقى انت بتحبي تاكليها بالعيش ولا بتقدمي معاها رز ولا بتقدمي معاها حاجه مختلفه؟